السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض فيديو مهم جدا، وهو الزبادي ازاي تعمليها في البيت ويطلع معاكي ناجح. طبعا بسمع اسعار غريبة جدا في الزبادي، بالذات في رمضان اسعارها بتعلى جدا، من 6 ل8 ل10. وطبعا في مناطق بيبقى فيها السعر اعلى من كده. لا، هنعملها في البيت من عبوة واحدة بس، هتشتريها مرة واحدة بس، وبعد كده تعمليها طول شهر رمضان في البيت، مش محتاجة تشتري تاني. ولو اول مرة حبايبي تشوفوا قناتي، انا شيماء حمدي، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة ونسمي بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا. جبت 2 كيلو من اللبن وغليتهم وسبتهم على الرخامة جنبي يبردوا، وبقيت كل شوية اخد معلقة كده اجسها بصبعي كده، لو لسه سخنة ما اشتغلتش فيها الا لما بقت لون يعني فترة خالص، ولا هي سخنة ولا هي باردة. وبعد كده طبعا انا عاملة الكمية 2 كيلو، انت ممكن تعملي كيلو براحتك، وبرده الكيلو بياخد زبدية واحدة بس. اول مرة هتجيبي زبدية واحدة بس، وبعد كده توفري طول الشهر بإذن الله. والمرة دي حبايبي هنعملها في الخلاط. الخلاط متوفر في كل البيوت، وتقدري تعمليها بطريقة سهلة جدا. هتنزلي بالعبوة كاملة حتى بالقشطة بتاعتها، وعايزة اقول لكم القشطة هتديكي نتيجة في الاخر تحفة. هتجيبي بقى فنجان الشاي، مش القهوة، الشاي عشان بيبقى كبير شوية، وتمليه اللبن او حليب زي ما بتقولوا عليه، وننزل بيه على الزبدية بس، مش هنزود اي حاجة، ونضربها ضربة في الخلاط لغاية ما تشوفي الفوم اللي هي عاملاه زي ما انتم شايفين كده. ده بيساعدها اللي هي تعمل لك وش الزبادي اللي احنا بنحبه جدا، وهتشوفوه معايا في اخر الفيديو. وبعد ما نزلت على الحله بتاعتي كلها اللي فيها اللبن، مسكت كده المضرب السلك وقلبتهم كويس لغايه ما تحسي يعني الزبديه اللي انتي ضربتيها تدخلت مع اللبن كله. بعد كده هبتدي اعبيها كده في دورق عشان يسهل عليا عمليه الصب لما اجي اصبها في الاطباق، تعرفي تتحكمي فيها، يعني الحله هتبقى تقيله عليكي. وعايزه اقول لكم الدورق اخد نص الكميه بس، والباقي لسه في الحله. اما كل ما يقل عليا بزود في الدورق، فبيبقى سهل عليكي في التقديم. عايزه اقول لك بقى لازم الاطباق، خطوه مهمه جدا، لازم الاطباق بتاعك او اي علب بتحطي فيها لازم تكون ناشفه، ما فيهاش ولا نقطه ميه. واللي هيسالني ليه يا شيماء يعني اشمعنى الميه، يعني عايزه اقول لكم الميه دي اللي بتخليها مش متماسكه خالص، وبتخلي الزبديه كمان ما بتربطش حلو، ودي النقطه اللي بتخلي معاكم الزبادي سايله. تنسوش حبايبي بقى لو كملتوا معايا الفيديو للاخر تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بنزله باذن الله. واكتبوا لي بقى رأيكم في تعليق كده وعرفوني بتعملوها زيي ولا ليكم طريقة تانية. وعايزة اقول لكم انتوا لو جربتوها هتعتمدوها، يعني هتبقى طريقتكم المفضلة في عمايل الزبادي، ومش هتشتروها خالص من بره. بعد كده جبت بقى بقية الاطباق بتاعتي، يعني نقص عليا اطباق بقى، جبت فخار، كوبايات، المهم ان انت تعملي الكمية كلها. وعايزة اقول لكم الكوبايات دي بتاخد برضو كمية اكبر، يعني لو كان الاطباق الصغيرة اللي قد حجم الزبادي كمان كانت هتعمل معايا كمية اكبر من كده. وعايزة اقول لكم عملت كمية محترمة يعني. عايزه اقول لكم عملت لي 16 علبه ونص من الزبادي. طبعا الكوبايات عايزه اقول لكم في كوبايات عندي اخدت يعني كميه اكبر، لو كان عندي اطباق صغيره عن كده كانت عملت لي وفرت لي يعني علب اكتر. لكن الكوبايات ما شاء الله اخده يعني زبديه وشويه عليها كمان، فكل واحده لو كانت اخدت حجم قليل كانت توفرت لي كمان، تعمل لك كميه كتيره. وما شاء الله بتوفر لك كام يوم ما تشتريش خالص، والطريقه سهله جدا. نبدأ بقى بتحضير الزبادي. أول حاجة فتحت الفرن بتاعي 10 دقايق كده يسخن عقبال ما أجهز الزبادي بتاعتي. طبعا شغلته وجيت بقى ايه، جبت الصينية بتاعتي. أنا بجيب صواني ألمونيا كده عشان يعني أعرف أتحكم فيها وتبقى واسعة معايا وتاخد الكمية اللي أنا عايزاها. وبدأت أرص بيها الزبادي. وأهم حاجة وانتي بتحطي الزبادي كده وترصيها ما تكبيش بره كده على العبوة ولا الصينية، وتنزل في الصينية بتاعتك، لأن بعد كده بتتجمد وبتعمل ريحة وحشة في العلب بتاعت الزبادي من بره كده، وبتشوهها طبعا وما بتبقاش حلوة خالص. بعد ما جبت الصواني بتاعتي وحضرتها كويس، جبت بقى مية، يعني عايزة اقول لكم مش مغلية قوي، يعني نص واحدة كده. وبدأت بقى اكب في كل صينية شوية من الجنب كده، وخلي بالك ما ينزلش في الزبادي بتاعتك لغاية ربع الزبدية كده من تحت. وبعد كده جبت ازازة الخل. الخل ده لو انت بتستخدمي صواني ألمونيا بس، لكن لو صواني تانية مش مهم خالص الخل بس عشان ما يخليش الصواني الألمونيا تطوس معايا ولونها يتغير. وهنا بقى الخطوة المهمة، جبت بقى فوط نضيفة وتبدأي تغطي كل صينية. انا مش هحط عليها ولا ستريتش ولا غطا ولا اي حاجة خالص، لان بعد كده بيعرق كده ويعمل نقط مية وتنزل في الزبادي، وطبعا بتبوظ الزبدية معاكي، ما تخليهاش متماسكة. الفوط مهمة في ايه؟ اللي هي بتكتم الهواء كده، وفي نفس الوقت بتمتص البخار المية اللي طالع من المية الدافية اللي احنا حطيناها، ومن سخونية الفرن بيعمل بخار كده، فبتمتصها وما بتخليش فيه سوائل خالص على الوش. وتسيبيها في الفرن بعد ما تقفليه
بعد ما يسخن 10 دقايق تقفليه بقى حوالي 4، 5 ساعات. بعد كده اختصارًا للوقت أنا شِلتهم بقى وحطيتهم بعد ال4 ساعات في التلاجة، قعدوا كمان معايا 4 ساعات. وهي الوقت اللي أنا باوريها لكم دي بعد ما قعدت كمان 4 ساعات في التلاجة، يعني أصبحت جاهزة. عايزة أقول لكم ما شاء الله تحفة ومتماسكة جدًا وطعمها روعة. بس أهم حاجة وأنتِ بتشيلي الفوطة خلّي بالِك، لإن ساعات الفوطة بتلمس كده وش الزبدية، فممكن يعني إيه، تشوِّه الشكل بس من فوق. لكن أنتِ خلّي بالِك بس عشان ساعات يعني الطرف بتاعها كده من فوق بينزل وأنتِ بتشيليها. أظن بقى ما فيش أسهل من كده طريقة للزبادي تقدروا تعملوها في البيت وتوفّروا على نفسكم كتير. وطبعًا قُلت لكم على كل التكات اللي يعني تنجّحها معاكم بإذن الله، هتمشوا على الخطوات وهتطلع معاكم مضبوطة. وعايزة أورّيكم الوقت الوش بتاعها، يعني ما شاء الله شبه اللي بتجيبيه من برّه وأحسن كمان. عاملة طبقة وش ليه؟ لإن أنا ما شِلتش القشطة اللي بتبقى موجودة في اللبن ولا شِلت القشطة اللي في الزبدية. وأمّا ضربتها لغاية ما عملت الفوم ده، فده بيخلّيها معاكِ ما شاء الله عاملة وش حلو أوي من فوق. وعايزاكم تقولوا لي هي تستاهل كام لايك بقى. يالّا بينا بقى نشوف الزبدية بتاعتنا من جوّه عاملة إزاي. عايزة أقول لكم شكلها تحفة، روعة يعني وطعمها حلو جدًا. شايفين؟ شايفين القشطة بتاعتها ما شاء الله بتكسري كده بالمعلقة ما شاء الله طالعة معاكِ متماسكة جدًا. أهم حاجة تمشي على الخطوات مضبوطة. وطريقة الفوطة دي أنا عملت معاكم السنة اللي فاتت برضه فيديو الزبادي كنت عاملاها كمان بالمضرب السلك، اللي ما عندوش خلاط كمان يمشي على الطريقة التانية. وطلعت برضه روعة. بس في ناس كتير بتخطأ بقى أمّا يغطوها بالستريتش وكده، بخار المَيّة طبعًا بيتكثّف وبعد كده ينزل في الزبدية فبيبوّظها تمامًا وما بيخلّيهاش تبقى ناشفة خالص. وعايزة أقول لكم شايفين، يعني ما شاء الله من تحت متماسكة لغاية آخر نقطة فيها. يعني هتجرّبوها وأنتم متطمنين. وكمان كل ما تبيتوها يوم عن يوم، عايزة أقول لكم تطلع أحلى من اليوم اللي قبله. يعني تاني يوم الفيديو أمّا عملته تاني يوم باطلّعها من التلاجة، عايزة أقول لكم ما شاء الله طعمها أحلى كمان ومتماسكة أكتر من كده. يعني يوم عن يوم ما تقلقيش، يعني لو عملتيها وحطيتيها في التلاجة مش بتبوظ معاكِ خالص. بتوفّر عليكِ وقت ومجهود، وبتوفّر عليكِ طبعًا برضه في مصروف البيت. وعايزة أقول لكم كمان عشان أحفظها في التلاجة، طبعًا العبوات بتاعتِك لو ليها غطيان بتسهّل عليكِ أوي بتغطّيها. ولو عبوات ما لهاش بتجيبي لها أي حاجة تانية بتغطّيها. يعني أنا ممكن أتصرّف بأي حاجة، يعني ممكن تغطّيها بstretch wrap، ممكن تغطّيها بورق ألمونيوم بتاع الأكل ده، تطبّقيه كده على الكوباية بتاعتِك أو العلبة بتاعتِك وتقفليه بيها. المهم تبقي تغطّيها عشان ما تاخدش أي ريحة من التلاجة وتفضل محافظة على طعمها وما يتغيّرش. وطبعًا الفخار برضه ما لوش غطيان. كان عندي عبوات كده ليها غطيان غطّيتها ونفعت يعني. المهم تحفظيها كويس برضه عشان تقعد معاكِ أطول فترة كده وما تلقطش أي ريحة من التلاجة ويبقى طعمها حلو زي اللي بتجيبيها من برّه وأحسن كمان عشان من إيديكِ يا سِت الكل. وعايزة أقول لكم الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. وما تنسوش اللايك بتاعكم عشان بيرفع معايا الفيديو، والشير كتير، كتير يا حلوين عشان قناتنا تكبر بيكم. وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. وكمان فعّلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد بانزّله. واستنوني في فيديو جديد، ومع السلامة.